مرحبا. بالبداية اسمحوا لي أني أعزي كل أهل الضحايا. الله يرحم كل شبابنا وأهلنا اللي فقدناهم بهالانفجار الكبير. بدي أطلب من الله الشفاء لكل الجرحى يلي موجودين بالمستشفيات ويلي عم يتعذبوا، لكل الناس اللي صاروا بلا بيوت وموجودين برات بيوتهم وما عندهم مأوى يقويهم. يا رب أنك هيك تبعد هالغيمة السوداء اللي طولت كتير على لبنان. ما قلنا غيرك، لأنه بمطرح من المطارح مثل كأنه هالناس بدهم يغرقونا أكتر ويدفنونا نحن طيبين أكتر. بس الحمد لله يعني اللبنانيين اليوم موجودين إلى جانب بعضهم حد بعضهم. بدي حيي كل شباب اللي موجودة على الأرض، كل الان جي اوز اللي عم تعطي من قلبها ومن وقتها ومن دمها ومن حياتها لتقدر توقف إلى جنب بعض. هيدي طول عمرها حالة اللبنانيين عبر السنين، بس الأهم إنه الغضب يبقى بقلبنا ونتذكر كتير منيح مين كان السبب بإنه خسرنا بيروت من جديد بأقل من 30 ثانية، ولازم نعرف مين السبب ولازم نعرف كيف إننا نخلص من هالأزمة الكبيرة وبحق لنا أن نعيش ببلد مثل ما نحن بنحلم فيه. أول شيء بدي لكم أنه أنا موجود برات لبنان وعم بنشتغل قد ما فينا من قلبنا لنقدر نحقق لبلدنا اللي لازم يتحقق. بدي أحكي اليوم عن مبادرة انشغل عليها وخلال 24 ساعة رح تكون عم تنقل من دولة الإمارات، مجلس العمل اللبناني بأبو ظبي بالتعاون مع اللبنانيين ومع المؤسسات اللي موجودة. رح يكون في 140 طن من الزجاج رح ينقلوا بخلال 24 ساعة اللي جاية مع شركة أرامكس. رح ينقلوا إلى مرفأ طرابلس ويكونوا تحت جمعية أجيالنا يلي رح تنسق مع الان جي اوز التانيين ليقدروا يتوزع هالزجاج اللي هو 140 طن تقريبا، بغطوا 9000 متر مربع من الزجاج لحوالي 1000 وحدة سكنية. ورح يكونوا للمشاغل الصغيرة مش المعامل الكبيرة، المشاغل الصغيرة بالأحياء اللي رح يكونوا مخصصين للبيوت الصغيرة والمحلات والتكاكين بالأزقة وبالأحياء الصغيرة، مش للبيج تاورز والكيرتن الكبار. لكل الناس اللي تضررت، لكل الناس اللي قاعدة بلا بيوتها، للبيوت الصغيرة، للبيوت اللي منا قادرة لا عندها المال ولا عندها شيء. هال 140 طن 138 طن معا لبيروت معا للبنان رح يكونوا عم يمشوا من الإمارات، قلت لكم من خلال مجلس العمل اللبناني بأبو ظبي. ورح يكون في مرحلة تانية عم ينشغل عليها لفند ريزنج على مستوى الإمارات كله بالتعاون مع مؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي والسفارة اللبنانية بالإمارات، ليكون في فند ريزنج من اللبنانيين الموجودين بالإمارات ونقدر من خلالها نحدد كيف رح تكون هالأموال عم تنصرف بلبنان ولمين لازم تنعطى. برجع بقول لكم أزمة ثقة كتير كبيرة عم بتكون اليوم عند اللبنانيين اللي موجودين حول العالم واللي كلهم بدهم يساعدوا. زوم كول كل يوم عم بتكون بين أمريكا واستراليا واوروبا وكندا، الكل عم يشتغلوا. بدي اقول لكل اللبنانيين اللي عم يعطوا وعم يجربوا يعطوا من وقتهم، خلينا نبلش ننظم حالنا حول العالم مع المؤسسات ومع الناس والدول اللي نحن موجودين فيها تنعمل هالفند ريزنج، وتباعا بنقدر نقرر كيف هالمصاري بدها تنبعت على لبنان وكيف ولمين بدها تنبعت وكيف بدنا نقدر نخليها توصل للناس اللي حقيقة بحاجة انها توصل لها. هالمبادرة اللي ابتدت من مجلس العمل اللبناني بأبو ظبي ب 140 طن رح يتوزع من خلال أجيالنا ولكل الان جي اوز، ورح نكون عم نشرف عليها انها تقدر توصل للناس اللي هن بحاجة لها. فكونوا أكيدين انه من قلبنا رح نكون عم نشتغل ورح نحقق هذا الشيء. ولكل الناس اللي بيحبوا يتواصلوا معي لمساعدات تقدر توصل للبنان للان جي اوز، بدي اطلب منهم كلهم نحن عم نشتغل على طريقة نقدر نتعاون كلنا سوا. كل اللي بيحبوا يتواصلوا معي أنا موجود، في منهم عندكم أرقامي، عندكم الواتساب تبعي، عندكم السوشيال ميديا تبعي، أنا موجود إلى جانبكم. وإن شاء الله يا رب نقدر نحقق اللي لازم يتحقق. الله يحمي الكل والله يبرد قلب الكل ويحمي لبنان يا رب.